فيصل الغامدي، الله الله يا ولد غامد، الله في 10 دقائق بس سجل هدف قمة الياه. وطول دقائق المباراة اللي دخل فيها فيصل الغامدي كان تأثيره واضح في أرضية الملعب. كيف هذا قاعد على دكة البدلاء يا مانشيني؟ المباراة الجاية هذا لازم يكون أول يعني فيصل، وثم تختار ال10 لعيبة الثانيين مكملين له. الشيء اللي سواه في الدقائق الأخيرة شيء خيالي. هذه الهجمة ساهم فيها فيصل من البداية للنهاية في البناء، وما كملت في النهاية، بس فيصل سوى كل اللي عليه. ومنتخبنا اليوم يعني صحيح انه واجه منتخب مطرود منه لاعبين، بس اليوم شغل منتخبنا وتكتيكه في ارضية الملعب كان واضح انه في تطور في الافكار وتطور. يعني انا بالنسبة لي شخصيا سعيد فيه، وخصوصا من الناحية اللي راح نتكلم عنها الان. وشفتوها في هذه اللقطة، سعود عبد الحميد الاظهرة اللي عندنا في المنتخب السعودي. حنا محظوظين ما شاء الله تبارك الله. مش بس سعود اللي يستاهل الانصاف، لا حتى محمد البريك من ابرز الاسماء المظلومة في السعودية. هذا اللاعب اقسم بالله يستاهل التشكيله الاساسيه في اي مكان يتواجد فيه. يعني بمناسبه الفوز استخدم كود الخصم حقي FGH يخصم لك 10% من متجر اسد ايكون، يوفر لك تيشيرت المنتخب. وعندهم حاليا عرض السنه، الاول عليك والثاني عليك. طرق التواصل معهم موجوده في البايو. عموما مبروك الفوز. نعم في عتب على اللاعبين وتوقعنا منهم مستوى افضل، خصوصا سالم الدوسري، لكن متاكد كثير ان مباراه تايلاند راح نشوف اداء افضل وافضل باذن الله. شكرا يا عيال، شكرا فيصل الغامدي على اللحظات الاخيره الجميله، وانت عاد تكملها يعني بمناسبه فوز المنتخب. اضافه متابعه للمزيد وصلوا على النبي.